إقليم برشيد. أقدم رجل سبعيني السبت على وضع حد لحياته بواسطة حبل ملفوف على العنق ربطه إلى سقف غرفة منزله الكائن بجماعة ابن معاشو بإقليم برشيد. وأفادت مصادر من مكان الحادث أن السبعيني مزداد سنة 1954 بقيادة هدامي عثرت عليه زوجته جثة هامدة معلقة بحبل ملفوف حول العنق بمنزله بدوار أبو قب. وانتقلت عناصر درك الملكي بالمركز الترابي أولاد عبو الجهوية ستات السرية برشيد والممثل السلطة المحلية بقيادة هدامي إلى دوار أبو قب، حيث تمت معاينة الجثة الهالك عفوا قبل نقلها إلى السلطات أو إلى ستات قصد التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة واستمارته في بحث التمهيدي المفتوح من قبل درك أولاد عبو تحت إشراف النيابة العامة المختصة. تجدر بالإشارة إلى أن انتحار السبعيني رفع حالات انتحار بسطات ونواحي خلال الأسبوع الجاري إلى 3 حالات بعدما تم العثور على جثة امرأة من مواليد 1945 بجماعة بوكروكوع بنواحي سطات معلقة بحبل ملفوف حول عنق بإسطبل منزلها بدوار عبادة بقيادة ملال. وقد كانت الهالكة تعاني اضطرابات نفسية. وفي السياق نفسه استفزت جثة الشاب المجهول الهوية يبلغ حوالي 35 سنة عناصر الأمن سطات بعد العثور عليه معلقا بحبل مربوط إلى شجرة في الغابة ومدخل الشمالي لمدينة سطات. وقد انتقلت عناصر الوقاية المدنية والممثل السلطات المحلية إلى مكان الحادث القيام بإجراءات لازمة. وباشرت عناصر الشرطة التقنية والعملية بسطات أبحاثها لتحديد هوية الهالك مع فتح ضابطة القضائية لمركز الدرك الملكي بن أحمد أولاد عبو جهوية عامة الشاوية، فضلا عن عناصر أمن تابعة لمنطقة الإقليمية سطات أبحاثها وتحرياتها لكشف ظروف المحلية بحالات الانتحار الثلاثة بحثا لتعليمات النيابة العامة المختصة بدائرة القضائية سطات.